اعلى نوع ديال الغناء هو تكون قادر تفيق كل صباح وتقول اليوم نقدر ندير اللي بغيت وبالطريقه اللي بغيت. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف وكيشغل بال بزاف ديال الناس. كيفاش نتعاملوا مع المال؟ شنو هو السر باش نبنيو الثروه؟ واش المال كيتعلق فقط بالارقام او لا ممكن تكون فيه حاجات اخرى نفسيه وعاطفيه؟ تابعوا معايا في هذا الفيديو باش نكتشفوا الاجابه. بزاف ديال الناس كيظنوا ان الاستثمار المالي كيتعلق غير بالرياضيات والاحصائيات والدراسات، ولكن في الحقيقه هي ان النجاح في الاستثمار كيعتمد بزاف على كيفاش كتعرف تتعامل مع الفلوس نفسيا، كيفاش نتصرفوا مع الفلوس، كيفاش نواجهوا المخاطره، كيفاش نبنيو الثروه ونخليوها تزيد وتكبر. بحال هاد الاسئله ما كيجاوبش عليها الاقتصاد بوحدو، ولكن كيجاوب عليها العلم اللي كيدرس النفسيه ديال الانسان وكيفاش داروه الناس اللي نجحوا في الحياه الماليه، بحال المستثمر الامريكي رونالد جيمس ريد. هاد السيد ما تولدش غني، كان خدام 40 عام كيغسل الارضيات ويصلح الطوموبيلات، ولكن عرف يتعامل مع الفلوس ديالو ونجح. فاش مات خلى ورا ظهرو 2 مليون دولار لولادو و6 مليون دولار تصدق بها على السبيطارات والمكتبات. الا بغيتي تعرف السر كيفاش نجح، فاول حاجه هي تفهم العقليه الصحيحه ديال التعامل مع الفلوس. من ديما كان الانسان كيسعى للسعاده والحريه، وبصراحه الفلوس كتقدر تحقق هاد الشي بسهوله الا كان عندك منها القدر الكافي. هاد القدر اللي كيعطيك الحريه تتحكم في شنو تقدر دير. كيفاش؟ مثلا الا كان عندك فلوس كافيه تقدر تصبر حتى تلقى خدمه زوينه وعوض تقبل اي حاجه. تقدر تختار خدمه بواحد اجر قليل لكن بساعات قليله وفيها الراحه، وتقدر حتى تاخد تقاعد وقت ما بغيتي، ماشي غير حيت الوقت ديالك سالا. بكل بساطة المال يعني أنك تقدر تفيق الصباح وتقول اليوم نقدر ندير اللي بغيت فين ما بغيت وكيف ما بغيت. وهذه الفكرة أكدها عالم النفس أنجلوس كامبل في كتابه الشعور بالرفاه في أمريكا، اللي قال فيه أن السر ديال السعادة عند البشر كاملين هو القدرة على التحكم في حياتهم. السعادة ماشي في الفلوس اللي كتسرق وقتك، ولكن في الفلوس اللي كتخليك تعيش براحة وعندك الوقت تستمتع بالحياة. وهذا الشيء اللي كيسعى ليه المستثمرين والأغنياء، ولكن بزاف ديال الناس كيشوفوهم بحال الا مسطيين حيت كيبانوا لهم انهم كيصرفوا الفلوس بلا معنى. واش هاد التفكير صحيح؟ واش كاين شي حد فعلا كيتعامل مع الفلوس بطريقه غريبه؟ اكيد شفتي شي مره شي مستثمر كيبان لي كيصرف الفلوس على حوايج تافهه وما كتستاهلش حسب الراي ديالك. ولكن قبل ما نحكم على الناس ونقول عليهم مسطيين، خاصني نفهم ان كل واحد كيتعامل مع الفلوس حسب الظروف اللي عاشها والتجارب اللي داز منها. مثلا الشخص اللي عاش في الفقر وفي ظروف اقتصادية صعيبة غادي يكون عنده خوف كبير من ضياع أي مبلغ حتى لو كان قليل، بينما الشخص اللي تربى في الغنى وفي الراحة الاقتصادية بحال ولد مدير بنك مثلا غادي يتعامل مع الفلوس ببرودة حيت ما عندوش نفس مشاعر الخوف. إذا ما كاينش شي واحد مسطي، ولكن كاين اختلاف في كيفاش كل واحد كيشوف الفلوس وكيفاش كيصرفهم. الاقتصاديين كيقولوا أن القرارات الكبيرة في الاستثمار كتأثر بتجارب الحياة ديال الإنسان. مثلا اللي عاش في التضخم الاقتصادي غادي يخاف يستثمر فلوسه في الأسهم حيت ديما كيشك أن قيمتهم غادي تهبط. على العكس اللي عاش في اقتصاد مستقر غادي يكون عنده الجرأة يشري السندات والأسهم. هادشي كيورينا بوضوح أن المشاعر والظروف اللي عاشها الإنسان كتأثر بزاف على القرارات ديالو المالية. لكن النجاح في الاستثمار كيحتاج حاجة أخرى مع الحالة النفسية المستقرة، وهي الحظ. مثال واضح هو حياة بيل غيتس، اللي كان محظوظ بزاف حيت قرا في واحد من المدارس القليلة في أمريكا اللي كانت عندها حاسوب في ذاك الوقت، مدرسة ليكسايد. قال بيل غيتس لولا مدرسة ليكسايد ما كانش غادي تكون مايكروسوفت. في ذيك الوقت كان في العالم أكثر من 300 مليون تلميذ في مرحلة الثانوية، ولكن غير 300 واحد منهم كانوا في مدرسة اللي عندها حاسوب. هاد الحظ لعب دور كبير في نجاح بيل غيتس. لكن واش كاين عكس الحظ؟ أكيد، وهو المخاطرة. المخاطرة عندها جوج مستويات خاص ضروري نعرفوهم. المستوى الأول هو المخاطرة اللي عكس الحظ تماما، يعني ما عندكش عليها التحكم وما تقدرش تحسبها في الخطط ديالك، بحال اللي وقع للرفيق بيل غيتس كينت إيفانز اللي كان شريك في طموح تأسيس مايكروسوفت. ولكن مع الأسف
لحد ما كانش معاه وتوفى في واحد الحادث فاش كان كيتسلق واحد الجبل. وهكذا بيل غيتس كمل بوحدو الطريق للثراء حيت كان الحظ بجنبو. من هذا نقدروا نستنتجوا ان الحظ والمخاطره بجوج كيكونوا بحجم متساوي في حياة الانسان. الحظ يقدر يطلعك والمخاطره تقدر تهدم كل شيء. المستوى الثاني هو المخاطره اللي ممكن تفاداها بخطط احتياطيه وذكاء استثماري. المستثمر الناجح خاص يكون دائما مستعد لاي طارئ او اي تغيير في العالم، بحال الحروب، التضخم الاقتصادي او تقلبات السوق. الاعتماد الكلي على الارقام والتجارب ديال الناس او الظروف السابقه بدون توقع الاخطاء هو طريق للكارثه. العالم كيتغير بالزربه، وكل مستثمر ناجح اليوم راه بنى قرارته حسب الظروف اللي عاش فيها. النصيحه: ما تحاولش تقلد تجارب الاخرين بحذافيرها، خاصك تكون مرن وتعرف كيفاش تأقلم مع اي تغيير جديد، وزيد عليها مهارة الادخار لانها ضرورية في كل خطة استثمارية. مهارة الادخار هي اساس بناء الثروة، كما بينت التجربة الامريكية في تجاوز ازمة نقص الموارد النفطية عن طريق ما كيبقاوش يصرفوا بزاف ديال النفط، وزادوا الفعالية في كيفاش المصانع كيستعملوا الطاقة. نفس الشيء كينطبق على المستثمر اللي يقدر يدير معدل صرف اقل ويزيد في الادخار، هو الاقرب لبناء ثروة ضخمة. الناس اللي كيستعرضوا فلوسهم قدام الاخرين وكيصرفوا بلا حساب ما غادي يوصلوا في النهايه لشي حاجه كبيره، بل بالعكس، اللي كيحافظ على فلوسه ويدخرها هو اللي غادي يحقق النجاح المالي على المدى الطويل. تاني مهاره مهمه باش تبني الثروه هي تقلب على استثمارات اللي كتنفعك مع الوقت وكتزيد تكبر الربح ديالك، واللي كتأكد ان الاستثمارات الناجحه كيحتاجوا لصبر كبير باش توصل للطار، حيث الارباح كتضاعف بشكل اسي مع الوقت. مثلا شركة اي بي ام اللي في الخمسينات صنعت لي ديسك دير بحجم 3.3 ميجا بايت، واليوم بعد مرور عقود من الاستمرارية والتطوير وصلت لديسك دير بحجم 100 مليون ميجا بايت. هذا التطور والتضاعف في الأرباح كان نتيجة الاستثمار المستمر والصبر. فكل ما استمر المستثمر ودار استثمارات صغيرة مع الوقت، هذيك الأموال الصغيرة كيتراكموا حتى يوليو ثروة كبيرة. ولكن السؤال هنا: واش يمكن لشي واحد يوصل للثروة بلا ما يلتزم بهذه الخطوات؟ الجواب واضح: صعيب بزاف. بناء الثروة ماشي متعلق بالدخل ديالك او بالعائدات من الاستثمارات، ولكن متعلق بشكل كبير مع معدل الادخار ديالك. في الحقيقة يمكن للمستثمر يحقق الثروة بلا تخطيط او اصرار او ادخار، وهذا الشيء كيتسمى بالذيول في علم الاحصاء، وكيعني ان خطأ غير متوقع يمكن يجيب لصاحبه ثروة كبيرة. مثال على هذا هو هينز بيرغروين اللي كان مولوع بجمع الأعمال الفنية في التسعينات القرن 19. كانت أغلب الأعمال الفنية اللي جمعها بلا قيمة، ولكن فجأة بعض الأعمال اللي جمعها خذت شهرة ديالها بحال أعمال بيكاسو، وباعها للحكومة الألمانية ب100 مليون دولار، رغم أن قيمتها الحقيقية في السوق تجاوزت المليار دولار. هكذا كتحقق ليه ثروة كبيرة بلا ما يضرب ليها حساب. وهذا الشيء كيورينا أن نسبة نجاح الاستثمار بعض المرات كتكون صغيرة بزاف. الذيول بنسبة 1% تقدر تجيب لك ثروة مفاجئة، ولكن واخا هذا النجاح كامل لازم نعرفوا أن المال ما كيعطيش حب أو احترام من الناس كيف ما كيظن البعض. باش نوضحوا غنعطيو مثال ديال مفارقة إنسان في الطوموبيلة اللي كتوضح هذه الفكرة. كيفاش؟ واحد كيكون كيسوق فيراري غالية في شوارع لوس أنجلوس، وكاع الناس كيظنوا أن هذا الشخص غني وعنده الثروة، ولكن في الحقيقة هو مجرد افتراض، حيث ربما الطوموبيلة هي الحاجة الوحيدة اللي عنده، أو لا ممكن يكون خداها بالكريدي. فالمال والظهور بالمظاهر ماشي هو اللي كيجيب الحب والاحترام. الناس كتقدر الطوموبيلات أو الأشياء المادية، ولكن منين كيخسر مول الشي الثروة ديالو أو طوموبيلتو، الناس ما غاديش يشوفوه بنفس الشكل. المال ما كيجيبش الاحترام، بل الاحترام كيجي من التواضع ديالك واللطافة والتعاطف ديالك مع الناس. اكتشفنا أن التعلم الاقتصاد والإحصاء الرياضي ماشي هو الشرط الوحيد باش تتعامل مع المال. قبل هاد الشيء خاصك تكون قادر تحكم في السلوك ديالك والعواطف ديالك في التعامل مع المال، وهذا الشيء غادي يخليك تحكم في حياتك كما بغيتي، غادي يخليك أكثر سعادة وكيعطيك رفاهية الوقت. القدرة في التعامل المالي كيستند على أسس مهمة، منها القدرة على الادخار والصبر لأقصى حد، حيث أن الربح التراكمي كيجي بالصبر. نقطة أخرى: ما تجرش ورا الطمع، وبعد على الاستعراض اللي عندك قدام الناس. هاد الاستعراض ما غاديش يجيب لك غير التهديد والحسد للثروة ديالك، وما غاديش يعطيك حب ولا احترام من الناس كما كيظن البعض.
باش تحافظ على الثروة ديالك خاصك ديما تحط خطة استباقية وتاخد بعين الاعتبار احتمال يوقعوا أخطاء في الاستثمارات ديالك. العالم كيتبدل باستمرار وضروري تكون ديما مستعد مع التغيير. ممكن تحقق الثروة ديالك بالحظ أو شي حاجة غير متوقعة، ولكن ممكن تخسرها كذلك بسبب المخاطر بحال الحروب أو التضخم. داكشي علاش ديما كون مستعد لهاد المخاطر وحطها في الخطط ديالك الاستثمارية. في الختام، الكتاب كيعلمنا أن المال ماشي هو كل شيء، ولكن طريقة التعامل ديالنا معاه هي اللي كتصنع الثروة الحقيقية. خاصك تتحكم في المشاعر ديالك، تصبر وتدخر، وما تصرفش الفلوس على الاستعراض قدام الناس. الفلوس ما كيجيبوش ليك الحب ولا الاحترام، ولكن التصرف الجيد هو اللي كيخلي الناس يحترموك. خليكم مستعدين لأي تغيير في العالم. إلا عجبكم الفيديو خليو تعليق واشتركوا في القناة وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي.